بيوم من الأيام أكو رجل حطاب علاقته برب العالمين كلش قوية، وصله خبر أنه أكو قوم يعبدون الشجرة ويكفرون بالله، شالته غيرته على رب العالمين، أخذ الفاس وتوجه للشجرة يريد يقطعها، تلقاه إبليس على هيئة رجل، قال له يا عبد الله أشوفك مسرع وعصبي خيرك، قال له ذولا جهلة عايفين رب العالمين ويعبدون لهم شجرة. قال له انت شو تريد من عندهم؟ خليهم على جهلهم وانت روح الباب رزقك. قال له اليوم لو اني لو الشجره، شو تريد تسوي؟ قال اليوم ارد اشلع عربهم من جذره وارد اشوفهم يرجعون لعباده الله لو لا. عمي دعوفهم. قال له ما اعوفهم لو اني لو الشجره اليوم. قال له زين الشجره بشنو ماذيتك؟ قال له ما ماذيتني، بس ليش يعبدون شجره ويعوفون عباده رب العالمين؟ قال له والحل قال له الا اقطع الشجره اليوم. قال له عمي خلينا نتفق اتفاق. قال له لا اتفاق ولا هم يحزنون، الشجره اقطعها. هذا الشيطان شاف ما منه رجع، قوم حمل عليه يريد يصارعه، قعد على صدر الشيطان، هذا فره وحده قعد على صدر الشيطان وحط الفاس على رقبته. قال له ايش قلت تعوف نقطعها؟ قال له زين عند اتفاق. قال له شنو اتفاقك؟ انت ايش قد يوميتك؟ قال له يوميتي درهمين 3 مو ازيد، بس الحمد لله والشكر مقتنع. قال له زين الشجره اذا قطعتها راح تزيد يوميتك؟ قال له لا ما تزيد، بس علاقتي برب العالمين راح تزيد. قال له ونعم بالله، بس عندي اقتراح، عوف الشجره بمكانها وانت الك يوميه من عندي 2000 درهم تلقيهن جوا راسك بالليل، تقعد الصبح جوا راسك 2000 درهم. قال له خوش. عاف الشجره صاحبنا ورجع. هسه من رجع نام، اول يوم قعد لقى ال 2000 درهم جوا المخده، ثاني يوم نام وقعد لقى ال 2000 درهم جوا المخده، ثالث يوم قعد شال المخده ماكو فلوس، شال الغضب مره ثانيه، اخذ الفاسه وراح للشجره، وصل للشجره يريد يقطعها، هم تلقاه نفس الشخص اللي هو ابليس. قال له وين؟ قال له اريد اقطعها هاي الشجره. قال له لا بعد ما تقدر تقطعها. شلون؟ قال له انت موجود وانا موجود وروح اقطع الشجره. ايش سوى الشيطان؟ هم صارعه، اول ما وقع بالقاع الحطاب ما قدر يشيل روحه، ابليس انجز عليه، قال له تعال عندي سؤال، انا ذيك المره صرعتك مرتين، انت هالمره شلون قدرت؟ قال له بالمره الاولى انت كانت غيرتك شايلتك على رب العالمين وتدور الاخره، اما بالمره الثانيه فغضبك كان للدنيا لانه انت قعدت وما لقيت فلوس جوا راسك وصرعتك. من هاي القصه يا حبايب انه خلي عملك مخلص لله، ماكو شيطان يقدر يغلبك، وإذا كان عملك للدنيا فإبليس صغيروني هالقدوته يغلبك وينجز عليك. في أمان الله.